بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في فقره جديده من فقرات الكره مع الجوكر. وطبعا يا اخوانا صباح جديد، ولكن قبل كل حاجه خلاص الحرب خلصت يا جماعه، وسلاما عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صدق الله العظيم. طبعا يعني الحمد لله الحرب خلصت، ويا رب ما يكونش في حرب تاني برضو. ندعي لشهدائهم ربنا يا رب. رحم الله شهداء غزه. سنتين طبعا يا اخوانا والحرب انتهت، ويا رب ما ترجعش تاني. بسم الله نبدأ. طبعا يا اخوانا بنبارك لمنتخب الجزائر، والجزائر خامس المنتخبات العربية الصاعدة لكأس العالم بعد فوزها على منتخب الصومال. شكرا لمحاربين الصحراء، عملتوا مباراة حلوة جدا أمام الصومال. وطبعا رغم الظروف التعبانة اللي فيها منتخب الصومال لأنه لعب في الجزائر. وطبعا مبروك للمنتخب الجزائري، ويا رب نشوف منتخبات عربية كمان في كأس العالم. وبسم الله نبدأ. طبعا يا اخوانا نتائج كمان أمس المنتخبات الأوروبية. منتخب فرنسا على أذربيجان، منتخب فرنسا يفوز على أذربيجان بثلاث أهداف مقابل لا شيء. كمان منتخب ألمانيا يفوز على منتخب اللوكسمبورغ بأربع أهداف مقابل لا شيء. كمان منتخب النمسا بيحقق فوز كبير على سان مارينو ب10 أهداف مقابل لا شيء. طبعا النهارده يا اخوانا مباراة اسبانيا وجورجيا بالليل، سهرة الليل. كمان هولندا كمان فازت على مالطا باربع اهداف مقابل لا شيء. كمان تركيا النهارده امام بلغاريا، والمنتخب الايطالي امام المنتخب الاستوني. وطبعا المباراه دي اتفرج عليها عشان جينارو جاتوزو طبعا، وحبنا بعد حوار طبعا المنتخب اللي ما يتسماش. طبعا كمان المنتخب اللي ما يتسماش هيلاعب النهارده النرويج. هنبدا بقى تصريحات، لكن قبل ما نبدا تصريحات كمان منتخب المغرب للشباب منتخب يشرف. طبعا منتخب المغرب نجح انه يفوز على المنتخب الكوري الجنوبي بهدفين مقابل هدف، ويضرب طبعا موعد غدا باذن الله الساعه 11 على بي ان سبورت المفتوحه امام المنتخب الامريكي. بالتوفيق للمنتخب المغربي. الكرة المغربية يا اخوانا بتثبت ان هي كرة محترمة جدا، كرة كبيرة جدا. كمان المنتخب التونسي طبعا في تصفيات افريقيا بيفوز على منتخب ساو تومي. طبعا منتخب تونس صاعد سلفا لكأس العالم. وبالتوفيق للمنتخبات العربيه كلها في اللي جاي. طبعا هنرد بقى يا اخوانا على تصريحات حسام المندوب. حسام المندوب بيقول لك احنا استلمنا الزمالك وهو بيموت، وهو بيغرق ودلوقتي هو بيموت. طب بجد والله تصريح زي ده يطلع من مسؤول زي ده ازاي؟ بغض النظر احنا عارفين الظروف اللي بيمر بيها الزمالك ظروف صعبه جدا، لكن ليه؟ طبعا يعني حسام مندوب بجد بعد التصريح ده انت تاخد نفسك وتغور في داهيه. بعد التصريح ده بجد تاخد نفسك كده وتتكل على الله يعني. طبعا بنشكر محمود فتح الله على التصريحات اللي قالها امبارح في برنامج فايق، اللي هو اصلا ابراهيم فايق دلوقتي بقى بيتحول لشوبير جديد للاسف. محمود فتح الله امبارح دافع عن الزمالك بكل ما اوتي من جوه. طبعا يا اخوانا الاخ البطريق مهيب طبعا بيستضيف حماده عبد اللطيف طبعا بعد الكلام اللي قاله، فخلاص. فللاسف بقينا بنشوف توجيه الاعلام دلوقتي لمشاكل الزمالك. فاكرين يا جماعه النادي الاهلي في بدايه تعثراته كان كله بيدور على الحلول. طب ما بجد هو انتوا ده الحياد اللي انتوا عارفينه؟ عشان بنقول اعلامنا المحايد الجميل اللذيذ. طبعا بعد التعاقد مع ياستروب، طبعا المدرب طبعا عماد النحاس، شكرا لعماد النحاس، عمل مسيره جميله جدا وكويسه مع النادي الاهلي بغض النظر عن كل اللي عمله مع الفرق التانيه. لكن عماد النحاس بيقترب من تدريب الزوراء العراقي، طبعا بالتوفيق لعماد النحاس. طبعا الزوراء العراقي يعني طبعا الكره العراقيه فعلا في مدربين كتير نجحوا فيها، ابرزهم طبعا كان محمد يوسف وكمان كابتن مؤمن سليمان. وبالتوفيق لعماد النحاس في الرحله دي. طبعا تصريحات تورو انا مش هتكلم عليها يعني، لان الكلام ده قالوا مدربين الاهلي القدام يعني، قالوا كولر، قالوا ريني فايلر، قالوا بيتسو موسيماني، قالوا ريبيرو. يعني بجد والله مع كل الاحترام لاخواتي الاهلاويه، هو نفس الورقه دي محطوطه لكل المدربين الجداد؟ اللي اي مدرب جديد لازم يقول نفس الورقه ان النادي الاهلي في 80 مليون والنادي الاهلي لا يقل قوه عن ريال مدريد وبرشلونه والكلام ده كله؟ يا عم بالتوفيق ليك، لكن التصريحات الكتير مش كده يعني. وبالتوفيق يا عم للمدرب يسترب مع النادي الاهلي. طبعا خساره مصر، منتخب مصر بيه امام المغرب بيه. وطبعا طبعا يعني علامه استفهام كبيره ان المباراه دي ما تتذاعش. ازاي ما تتذاعش يا جماعه؟ ما نعرفش. لكن المباراه خلصت 2-0. نجح محمود بنتايج لاعب نادي الزمالك في الهدف الاول، وايمن زحزوح في الهدف الثاني. طبعا الاهداف كانت في الاوقات الاخيره من المباراه. طبعا علاء عزت الهباد الكبير، علاء عزت يا اخوانا لقيته المظات. علاء عزت بيقول لك يا جماعه بطلوا اشاعات، ده منتخب مصر هو اللي كسب. بجد والله علاء عزت، هو انت اتفرجت على الماتش ده اصلا؟ الماتش ده اصلا يعني كانت القنوات المغربيه واللي هي الروابط بتاعت اليوتيوب، انا اصلا اتفرجت على روابط اليوتيوب. طب انت عارف الاجوان جت في انهي وقت؟ يعني محمود بنتايج في الدقيقه 88
والدقيقه الثانيه من الوقت بدل ضايع ايمن زحزوح. هم دول بقوا قلبوا مصريين مره واحده. طبعا يعني عقليتك المظات يا علاء عزت. ده انا لسه جاي لك كمان، ده علاء عزت كمان بيعمل مقارنه بين جيل حسن شحاته والجيل بتاع حسام حسن. يعني بجد والله هنقارن مين بمين؟ يعني مع كل الاحترام هفضل اقولها، يا حسام يا حسن انت ما قابلتش منتخب قوي. اه الشعب المصري من حقه يفرح ولا حتى يعني حتى كمان يا جماعه الشغف راح. الشغف راح، ما بقاش ما شفناش مثلا زي ما كنا بنشوف في 6 و8 و10 ان الشعب المصري بينزل في الشوارع والاعلام ما بقيناش بنشوف الكلام ده للاسف. الشغف بقى غايب، ما بقاش فيه فرحه كده زي الاول. كنا بنفرح لما نلاقي الشعب المصري نازل والاعلام والكلام ده كله ما بقاش موجود. طبعا مباراة يوم الأحد من غنية تحصيل حاصل، وفي طبعا حفل غنائي هيتعمل بعد المباراة والكلام ده كله. فالتخلف طبعا مش هنتكلم على خفة دم إكرامي اللي بيقول لك ان لو جماهير الزمالك 2 مليون 50 مليون كل واحد فيهم يدفع 2 جنيه. خفة دمك يعني بجد والله. في ناس بتكبر المفروض اصلا بتكبر في السن عقلها بيزيد حكمة وبيزيد تريث، لكن ده متخلف. ده احنا مش هنتكلم على المتخلف ده اصلا. هنتكلم كمان على تصريح رياض محرز. طبعا رياض محرز بعد التأهل لكأس العالم بيقول لك ان نسخة 2006 2026 دي هتبقى النسخة الأخيرة لمسيرته وهيعتزل بعد كأس العالم. الراجل عمل مسيرة ناجحة مع ليستر سيتي فبطل الدوري، مع مانشستر سيتي كل البطولات اللي اخدها، خد دوري، خد كاس، خد كارابو، وحتى دوري الأبطال قبل ما يمشي. اخد كمان مع الأهلي السعودي السوبر وكأس آسيا. وبالتوفيق لرياض محرز في اللي جاي، طبعا مسيرة ناجحة جدا. طبعا هنختمها بالسوبر المصري، والسوبر المصري في الامارات من يوم 6 الى يوم 9 نوفمبر. طبعا يوم 6 النادي الاهلي هيقابل سيراميكا كليوباترا، ونادي الزمالك هيقابل بيراميدز. وطبعا اكيد النهائي هيكون في استاد هزاع بن زايد. وطبعا شفنا طبعا اخر نهائي، ويا رب ما نشوفش الاحداث اللي حصلت في السوبر اللي فات. طبعا دي كانت اخر اخبارنا، يا رب ما كنتش تقلت عليكم. حافظ الله فلسطين. وطبعا نختم بخير الختام وهي الصلاه والسلام على رسولنا الكريم محمد خاتم الانبياء والمرسلين. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم منا خالص التقدير والاحترام. صباح الخير عليكم، بيوم سعيد بكم باذن الله. السلام عليكم.